السبانخ مش بس ان احنا نعملها طبيخ، ممكن نطلع منها اصناف كتير جدا. تعالوا نعمل منها النهارده وصفة تحفة جدا، وهقولك ازاي تضحكي على اولادك وتفهميهم ان هي حاجة تانية وهياكلوها وهينبهروا من طعمها. عايزة اقولك ان هم بيتلموا حواليا كده لما يكونوا عارفين ان انا هعمل الاكلة دي. جبت اول حاجة اي كمية سبانخ انت عايزة تعمليها. انا عندي هنا ربطة واحدة، بصراحة معرفش وزنها قد ايه. طبعا غسلتها ونقعتها كويس جدا. بعد كده فقط بشيل الحتة اللي بتكون فوق وبقطعها كلها تقطيعة كده متوسطة. هحط عليها معلقة ملح صغيرة وهغطيها وهسيبها جنبي كده 10 دقايق لحد ما تنزل كل المية اللي فيها، طبعا اللي هي الفايدة يعني. خلاص، بعد ما عدى ال10 دقايق نبدأ بقى نعصرها كويس جدا. طبعا ايدينا نضيفة وزي الفل، فعصرناها ونزلنا كل المية. والمية دي هتروح فين؟ هتترمي فيها الفايدة، هتترمي طبعا عادي يعني. ممكن نعجن بيها اي حاجة على فكرة. وعندي كمان بصلاية صغيرة مبشورة برضو ان انا هعصرها كويس جدا جدا. حد هيقول لي مية البصل برضو هتترمي؟ هقول لك احنا رمينا يا بنتي المية بتاعت السبانخ اللي فيها الفايدة، هتيجي على مية البصل؟ ما تفرهدونيش يعني، ما تفرهدونيش. عايزه اقول لك ان احنا داخلين على الشتاء، ولو انت عندك كحه ممكن ان انت تخلي ميه البصل دي وتحطي عليها معلقه عسل نحل وتدفيها وتاخديها على الريق، حاجه كده من الاخر، وعصره نص ليمونه. نرجع بقى لوصفتنا. هنحط هنا نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، عصره نص ليمونه، معلقه صغيره من السماق، ده اختياري بس بيدي طعم حلو قوي. ونفرك كل الكلام ده كويس جدا بايدينا، ما بحبش استخدم معلقه بيني وبينكم. بعد ما غللته وغلفته كله كده في بعضه، اجيب بقى معلقتين كده من الجبنه حلوين، اي نوع جبنه موجود عندك. دي كانت جبنه عندي قريش، انا محولاها لجبنه كريمي، بس في واحده قالت لي يا اختي طالما انت يا حبيبتي بتخافي على وصفاتك احتفظي بيها لنفسك، فانا هحتفظ بيها لنفسي وهسمع كلامها ومش هنزلها. تمام بس كده خلاص، قلبتها كويس جدا وبقت جاهزه عندي. هركنها بقى على جنب. وفي بوله تانية هنجيب بقى ميه دافيه، كوبايه ونص من الميه الدافيه، هشيل منهم معلقه صغيره وهنزل بيهم في البوله. المعلقه مش هتترمي، خليها جنبك دلوقتي. وننزل كمان بكيس من الخميره الفوريه، عليها ربع كوبايه كده من الزيت. انا استخدمت زيت زيتون، لو عندك يبقى حلو قوي، ما عندكيش استخدمي الزيت العادي. بعد كده هننزل نص معلقه صغيره من السكر، 4 كوبايات ونص من الدقيق. دايما كوبايه الميه بتكون ناقصه نص عقله صباعك الصغير، اما الدقيق بيكون مليان للاخر. ومعلقه كده كبيره اختياري من الحليب البودر، بس طبعا بتديها طعم حلو جدا. ونبدا ان احنا يا اختي نعجن كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده كويس جدا. وحلو قوي كده، احنا بننضف البوله بتاعتنا علشان لو حبينا بعد كده نخمر فيها العجين ما نلاقيش البواقي نشفت فيها. بعد كده قطعت لك العجين. المهم احنا بنعجن على سيف ايدينا يا بنات الاتنين، واحده ايد تسلم ايد، كانك بالظبط كده شكل العجان الجاهز بالظبط. بعد ما تلاقي كرة العجين اتلمت تحت ايدك، تاخديها بقى. الحركة دي حلوة قوي، هتدخل معاكي كمية هواء حلوة وفي نفس الوقت تطرلنا العجين. طيب بعد ما خلصنا، فاكرين معلقه الميه اللي احنا كنا راكنينها على جنب؟ هنجيب ربع معلقه من الملح نرشها كده على العجين مع معلقه الميه دي، ونلف بيها العجين بتاعنا كويس جدا. ليه ما حطيناش الملح في الاول؟ علشان الملح بيأخر من خمور او تخمير العجينه. وكده خلاص العجينه بتاعتنا خلصت، بقت ما شاء الله سطحها ناعم وحلوه قوي، ولكن ما بتلزقش تماما في الايدين. نريحها بس 10 دقايق لحد ما نحضر السجون بتاعتنا. وبعد كده هنفردها بالشكل ده، ونبدأ نجيب اي كوباية علشان كله كده يكون مقاس بعضه. ودي طريقة سهلة جدا بحب اشكل بيها العجين زي ما انتوا عارفين، ونبدأ نعملها كويرات. وبما ان احنا اجازة، احباب الله تلموا حواليا، نعمل يا ماما، اتفضلي يا حبيبة ماما. انا ما بقول لهمش لا، اذا كان ولد او بنت كله يشارك. يعني عندنا الولد بيغسلوا مواعين عادي جدا، ينظفوا الارض عادي جدا. اللهم بارك، ال3 اشتركوا معايا النهارده، تسلم ايديهم. طبعا قطعوا كل واحد بحجم على مزاجه، انا ما اتكلمتش عشان النهارده اجازه، فصاحب البيت يموتنا يعني. المهم نيجي نبقى نحشي على طول. احنا مش هنخمر، لا مش هنخمر، احنا ريحناها 10 دقايق بس. اول تشكيله ببدا ان انا افرد العجينه على الرخامه وبرقق الاطراف. ودي هنعملها يا بنات شكل البوريك، بوريك الافران، بس محشي بالسبانخ. طيب انت ولادك بياكلوه ازاي يا امل؟ ولادي مش هيحبوه حبيبتي، هم ما شافوكيش اصلا. لما شافوني بعمل خلطه، ايه يا ماما ده؟ قلت لهم جرجير، هم بيحبوا الجرجير جدا. وداقوا الخلطه والله العظيم على كده من قبل المعجنات عجبتهم قوي. يعني ممكن يعملوها كده في سندوتشات وياكلوها،
والله العظيم. فاحنا بنقول جرجير ما بنقولش سبانخ. المهم بنقفل كده البوريك كويس جدا من تحت، وبعد كده بضغط على الجوانب وبرص في الصاج بتاعي على طول. هنا بقى انا عايزه الجزء اللي فوق مقفول زي المثلث كده، اما الجزء اللي تحت يقفل في الجزء اللي استنوا هقرب لكم الكاميرا عشان انا ما بعرفش اشرح بصراحه، عشان انا بفرهد منكم كتير، خدوا بالكم. بصوا بقى شكل المثلث كده. بصي نفرد العجينه اهي، نحط الحشو، ما نكترش حشو عشان ما تتفتحش معانا في الفرن. ما تنسيش ان السبانخ دي فيها ميه. خلاص بصي قفلنا مثلث فوق، بعد كده نقفل الجزء المقابل فيه بالشكل ده. خلاص نجيب بقى البوز ده لجوه اهو، نشده كده وندخله لجوه ونلزقه كويس جدا ونقفل كويس قوي. بعد كده بقلبها واضغط عليها واحطها في الصاج بتاعي يا بنات مقلوبه، خلاص علشان تنفخ معايا. انا اي معجنات سبانخ بشوفها عند شيفات كتير بلاقيها مهبطه كده، وانا لو مهبطه والله ما حطاها في بقي. فنعمل ايه عشان تنفخ؟ نقلبها على وشها. تمام كده. دي بقى هعملها شكل القرص. بفرد العجينه وبرقق قوي قوي الاطراف، احط الحشو في النص والفها كده على نفسها زي القرص بالظبط، وابططها علشان لسه هيتضاعف حجمها. زي الفل اختاه. ده بقى هعمله شكل المربع، بيكون شكله حلو قوي قوي. بصوا بقى هنقفل الجزء اللي في النص بس، بعد كده اخد الجوانب اقفلها والجوانب الناحيه التانية، واشد برضو كل اطراف كده لجوه. شايفين بشدها واقفلها لجوه كويس قوي. بس كده اقلبها بقى واضغط عليها ضغطه بسيطه وعلى الصاج على طول. ودي البركه اللي طلعت لنا من 4 كوبايات ونص ما شاء الله من الدقيق. لو انت بتشكلي بسرعه فهتسيبيهم يرتاحوا تلت ساعه، لكن لو انت بطيئه في التشكيل فهتسيبيهم 10 دقايق بالظبط. بعد كده هتبداي تشغلي الفرن. قبل ما ندخلهم الفرن طبعا هنبص على كل واحده، لو حسينا ان هي مفتوحه اقفلي وما تخافيش، هتخمر وهتتضاعف وهتبقى زي القمر، ما تقلقيش خالص، قفليها. نيجي بقى على دهان الوش. انا كان عندي دهان من قبل كده من المخبوزات، صفر بيضه عليه شويه من الميه، سنه بسيطه جدا من الخل او نقطه، قلبتهم كويس جدا ودهنت بيهم وش المعجنات. ممكن تدهني ميه بس، ممكن تدهني حليب بس، اللي موجود عندك. خلصنا نزين بقى شويه سمسم اللي موجود، حبه البركه، شويه كده من السماق. عملنا حركات كده حلوه علشان شكل المعجنات يجي كده شكله قمر. طبعا هنكون مسخنين الفرن بتاعتنا على اعلى درجه حراره او على درجه حراره 200. هندخل السجان رف اوسط كده بعد ما عدى عليها اللهم بارك 10 دقايق بالظبط، ولكن كان لسه محمرش من تحت، فسبته كمان 5 دقايق. المهم ان انت بعد 13 دقيقه بالظبط تبداي ترفعي القاعده. اول ما تحمر معاكي تقفلي تحت وتشغلي الشوايه. اخد معايا بالظبط 15 دقيقه، قفلت تحت شغلت الشوايه دقيقه واحده بس، اخد اللون الذهبي القمر ده. طالع من الفرن حاجه كده اللهم بارك. اول مره اشوف ما شاء الله معجنات سبانخ تكون منفوخه النفخه دي والهشاشه دي والقطنيه دي، حاجه كده قمر تستاهل بقكم. مغذيه صحيه بغض النظر عن الميه اللي احنا طيرناها، ولكن قمر جدا. والولاد والله العظيم يا بنات هيعشقوها. قولوا انه هي جرجير وملكوش دعوه. المشكله مش في ولادي انه يشوف الفيديو، المشكله في اصحابهم اللي في المدرسه في اصحابهم مش فيهم هم. كده خلاص ده بيكون الشكل النهائي. طبعا تخرج من الفرن كيس مطبخ على طول وفوطه علشان ترد كده وتطرى معانا، وبتكون قطنيه جدا وطعمها حقيقي ما يتشبعش منه. في جو البرد بقى كده مع كوبايه شاي بحليب، او حتى في اللانش بوكس فطار عشاء هتسد معاكي. اتمنى حقيقي تجربوها. الفيديو خلص، مع السلامه.